بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سامية أحمد من جروب العيال وسنينهم وسلسلة تعليم الطفل القراءة. عشان داخلين على سنة دراسية جديدة، المفروض الأطفال يتعلموا إيه؟ تعالوا نشوف كده إيه السن المناسب لبدايات تعليم الطفل والمفروض يتعلم إيه. فوق سن 4 سنين اللي هو سن الروضة، اللي هو الكي جي 1 الرسمي في الدولة. دي مرحلة تهيئة وتمهيد للتعليم، لكن مش تعليم أكاديمي. منهج الروضة التعليمي قائم على اللعب وتعريض الطفل للمعلومات والحروف والأرقام بدون إلزام ولا كتابة في مساحة صغيرة. زي كده ما بعرضه للشمس عشان جسمه يمتص فيتامين د. مجرد ساعة واحدة كل يوم من أيام الروضة، متقسمة على 4 أنشطة مختلفة بتركز على حرف واحد، كافية جدا ومش هيحتاج حتى واجبات في البيت. الواجبات ممنوعة 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 ممنوعة، والتعليم بيبقى جوه الفصل للسن ده. الوقت الوحيد اللي بننقل فيه التعليم للبيت هو إن الطفل ما يكونش بيروح روضة أصلا، أو بيتعلم تعليم منزلي اللي هو الهوم سكولينج. وساعتها ممكن الأم أو المعلمة الخاصة تستخدم نفس منهج الروضة الأكاديمي وتطبقه في البيت بنفس الطريقة اللي في كتاب دليل المعلم. مجرد ساعة واحدة بس يوميا متقسمة على 4 أنشطة مختلفة، وكل نشاط ما يزيدش عن ربع ساعة، لأن الطفل سريع الملل وبدون واجبات. بدون واجبات. كل أسبوع حرف واحد بس نشتغل عليه يوميا ونفكروا بيه، هو والحروف اللي قبلها. كل ده باللعب والأنشطة والحاجات المسلية، الحروف والأرقام بالأغاني والأناشيد. الطفل بيعتمد على الفهم مش الحفظ، وبيسمع أصوات الحروف وهي مرتبطة في كلمات، وبيسمع صوتها كمان لوحدها. تعليم الطفل الحروف بيبقى بالطريقة الصوتية مش باسم الحرف. يعني بنعلمه آ، ب، ت، ث، مش بنعلمه ألف، ب، ت، س، ولا بنعلمه ألف، باء، تاء، ثاء. كل ده غلط. ليه بنعلمه بالطريقة الصوتية؟ عشان لما نشبك الحروف في كلمات يعرفها من صوتها. الطريقة دي لما بيطلع ابتدائي بتساعده انه يبقى شاطر في الإملاء، لانه متعود يعرف شكل الحرف اول ما يسمع صوته جوه الكلمة. طفل ال4 سنين ما يكتبش حروف، لا، يرسم الحرف على ورقة كبيرة، أو يلونه أو يشكله بالصلصال والعجين، أو يرسمه على الرمل، أو يلزق عليه جليتر أو قصاقيس ورق، أو أي خامات يحبها. ألعاب وأنشطة لطيفة تعلم الطفل باللمس شكل واتجاه الحرف إيه. كتابة في كراسة صغيرة، لا 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 ومليون لا. تاني سنة بعد سن ال5 سنين، الطفل بعد ما يتعلم الحروف كلها هيدخل كي جي 2. طبعا هيكون ناسي نصهم أو ناسي 3/4. لا تقلقي أبدا، التعليم تراكمي. التعليم تراكمي، وافتكري الكلمة دي كويس. ده نسيان مؤقت، وهيفتكر أول ما نراجع على الحروف تاني واحدة واحدة. وحتى افرضي نسيهم أو بيتلخبط فيهم، أو حتى ما أخدهمش خالص ولسه هياخدهم، لا تقلقي برضو، هياخدهم من أول وجديد. وأحسن كتاب ممكن تستعيني بيه هو الكتاب القديم البسيط جدا بتاع زمان، واللي علم أجيال وأجيال. كتاب معلم القراءة، وصورته موجودة في الفيديو. بس المرة دي هنبتدي معاه بالفتحة ومعاها كلمات. وبعد سن ال5 سنين ممكن يكتب الحروف الأولى على البورد بقلم السبورة. وبعد ما يتقن الحرف ممكن يكتبه في مساحة صغيرة على سطر في كراسة. هنا بقى الإتقان مش مهم. يعني ما تقوليلوش الكلمة اللي كرهت كل الولاد في التعليم: حسن خطك. ولا ده هو السن المناسب، ولا هو الوقت المناسب خالص لتحسين الخط. احنا لسه يا دوب بنعلمه ازاي يظبط ايده في كتابة الحرف في مساحة صغيرة. يكتبه زي ما يكتبه، شكله حلو شكله وحش مش مهم. المهم يكون له شكل واضح ومفهوم للي يقراه. يكتب الحرف مش الكلمة.
بعد ما يفتكر الحروف اللي كان ناسيهم وياخدهم بالفتحة، ياخد عليهم كمان كلمات بحروف مش متشبكة، ويبتدي يكتب كلمة كلمتين على كل حرف، مش صفحة صفحتين، لأ، كلمة كلمتين بس، يكررهم 3 أو 4 مرات وبس. سامعيني ياللي بتفتروا على الأطفال وتملوا كراريس وكشاكيل؟ 3 أو 4 مرات وشكرا. وبعد ما يخلص الحروف بالفتحة، هيعيدهم تاني كمان مرة بالضمة، ومع كل حرف كلمة كلمتين بالضمة، وبعدها هيكررهم بالكسرة، ومعاهم كلمة كلمتين بالكسرة، وأخيرا السكون. كل ده بيحصل في سنة طويلة عريضة وعلى ترمين، وعلى حسب جهد الطفل واستيعابه وقدرته، ومع اللعب والأنشطة والمراجعات. بقى بعد ده كله تفتكري مش هيستوعب؟ طب افرضي ما استوعبش، افرضي حتى كان متأخر شوية، افرضي حصل أي حاجة أخرت الطفل زي أيام كورونا كده، أو أي ظروف تانية وما أخدش كل الحروف، ولا أي مشكلة خالص. هنبتدي تاني نعيد ونزيد في الحروف والكلمات من أول أولى ابتدائي. افتحي كده كتاب أولى ابتدائي، هتلاقي الطفل بياخد الحروف من أول وجديد، وكمان معاهم كلمات. ولو الطفل بطيء، عندك سنة ترمين طويلة عريضة تقدري تأسسيه فيهم بالراحة وعلى مهله. الطفل بيمشي على قد سرعته هو، مش على قد سرعة لوسي ابن طنط فكيهة ابن عمته ولا ابن خالته اللي عمالة تقارنيه بيهم ليل نهار. ما تقارنيش سرعة الطفل بطفل تاني خالص. واطمني، مفيش امتحانات قبل سنة رابعة، مفيش امتحانات. حتى لو الطفل متأخر، تقدري تلحقيه وتأسسيه في أجازة الصيف، وعندك تانية وتالتة تساعديه فيهم، ويلحق المنهج اللي متأخر فيه بأمر الله. تيجي مدرسة ظريفة لطيفة وتقول: ما هو لازم يقرأ جمل على أولى ابتدائي، ده في دروس قراية في منهج أولى. طب روحي كده اقري دليل المعلم يا ميس ويا ماما، وامشوا على تعليمات الوزارة. دروس القراءة انت اللي هتقريها للطفل، مش الطفل اللي هيقراها لوحده، ولا هيتملى جمل ولا هيملى كراريس. هو هيسمعك ويجاوب شفوي، ويعمل أنشطة وألعاب تعليمية على الحروف والكلمات، وإزاي يجمع الحروف ويكون كلمة، وإزاي يقطعهم ويحللهم. وفي سنة تانية ابتدائي بقى هيتعلم المقاطع، وإزاي يحلل الكلمات ويكون جمل. افتحوا كتب ولادكم بتاعة الوزارة وبصوا فيها كويس، وشوفوا دليل المعلم، وافهموا المنهج بيتدرس ازاي، عشان مفيش مدرس ما عندوش ضمير يشتغلكم ويخوفكم ويوهمكم ان ولادكم هيضيعوا لو ما تعلموش ولو ما كتبوش كلمات وجمل في سن 3 و4 سنين. السن العادي والطبيعي لبدايات التهجئة وتعليم قراءة الكلمات في كل دول العالم هو فوق سن 7 سنين. امشوا مع ولادكم بالأصول وبالترتيب العربية ومنظمة اليونسكو والمناهج المدرسية المعتمدة في مدارس الدولة. بلاش فتي، بلاش فتي، بلاش تعليم مبكر. هتضيعوا ولادكم وتخلوهم يتمردوا ويكرهوا التعليم كله، أو هتودوهم بإيديكم للأمراض النفسية زي التشتت والنسيان اللا إرادي. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. سامية أحمد.